12 أكتوبر 2024 تم التحضير لملحمة من أقوى الملاحم في عالم الملاكمة ما بين اتنين أقل ما يقال عنهم إن هم أساطير. نزال هيحدد مين هو الأقوى في العصر في فئة وزن الخفيف الثقيل، واللي هيفوز في النزال ده هيوحد الألقاب كلها، يعني هيحصل على جميع أحزمة الملاكمة، وفوق ده كمان هيكون غير مهزوم. أرتور بيتربيف الوحش الكاسر ملك الضربة القاضية 100% نوك أوت. ديمتري بيفول الهدوء القاتل الماستر اوف سوفيت ستايل. قصة وملحمة. بس استنى عندك يا كوتش هنا، استنى ثانية واحدة، ايه اللي وصلنا لهنا؟ كل ده حصل امتى وازاي؟ وايه اللي جاب بيفول هنا اصلا؟ في الفيديو اللي فات عرفنا قصة ارتور، في الفيديو ده الدور على مين؟ على بيفول. ولكن قبل ما نبدأ اسمحوا لي اقدم لكم نفسي للي بيشوفوني اول مرة. انا كوتش مهند، خبرة اكتر من 18 سنة في عالم الملاكمة، والخبرة دي دراسيا وتطبيقيا، وعلى اساسه بقدم لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمه، ومستندا للعلم وبطريقه سهله وبسيطه ومش هتلاقيها عند اي حد تاني. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. دقه عاليه زي القناص، فوت ورك دقيق ومحسوب بالسنتي، سلاسل من اللكمات المتتاليه لا تنتهي، وهي اللي رفعت ديمتري بيفول لقمة عالم الملاكمة، للقمة اللي ما بيوصلهاش غير أساطير. الراجل ده نتاج المدرسة السوفيتية في الملاكمة، وأحيا أسلوب قديم كان شبه انقرض. أسلوب فضل لغز محدش قادر يفك مهما كانت قوة الخصم أو مستواه. ماشي في سلسلة انتصارات وصلت ل 22 نزال من غير أي خسارة، ودافع عن لقب بطل العالم 11 مرة، وده اللي خلاه واحد من صفوة الملاكمين على مستوى العالم. وده الوقت المثالي اللي لازم نعرف فيه قصة حياة صاحبي وأفضل اللحظات اللي قدمها لينا في عالم الملاكمة. اتولد بيفول سنة 1990 في بلدة صغيرة اسمها تقماق في كرجستان، وهي واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. دخل صالة الملاكمة وهو عنده 6 سنين، والبطل بتاعنا ده في أول 5 سنين لعب أكتر من 50 نزال، وبعدها انتقل مع عيلته لسان بطرسبرغ، وهناك كمل رحلته مع فن الملاكمة الجميلة. اسلوبه سوفيتي بحت، كأنك بتقرا من كتاب الملاكمة الروسية. والمدرسة دي اتطورت في الاتحاد السوفيتي في الستينات، وكان أساسها هي حركة الأرجل اللي هي حركة البندول، وضربات مستقيمة كتير جدا سواء في الهجوم أو في الدفاع. والنظام أو الأسلوب ده خرج في وقت قصير جدا 13 بطل أولمبي. بس بسبب ان الملاكمه الاحترافيه كانت ممنوعه تماما وقتها، الملاكمين ما قدروش يوروا كل اللي عندهم، واضطروا ان هم يعيشوا حياتهم كلها في ملاكمه الهواة. بس في سنة 1991 وقع الاتحاد السوفيتي على الاتفاقية، وبدأوا يظهروا للعالم كله. الروس والأوكران وكمان كازاخستان وأوزبكستان، والنجم اللي لمع من الموجة الجديدة دي كان هو ديمتري بيفول. اللي بقى رقم 1 في المنتخب الروسي سنة 2014، ولكنه قرر الاتجاه للاحتراف بعد ما زار وسافر أمريكا. أنهى مسيرته في الهواة وهو بطل روسيا القومي، وسجله كان 268 فوز مقابل 15 خسارة بس. دخل عالم الاحتراف عند وزن 175 رطل، الوزن الخفيف الثقيل، وهو عنده 23 سنة، وبدأ يتعلم على ايد مدربين المدرسة القديمة زي ما هو، وقدر يجسد الاسلوب السوفيتي الكلاسيكي على اصوله. اسلوب بيعتمد على فوتورك جبار وضربات مستقيمة طويلة كتير جدا. واول اختبار ليه كان ضد كونستانتين بتريوف صاحب ال 18 فوز وال6 هزائم، وكان داخل عايز يعلم على الواد المبتدئ ده، بس بيفول فضل يلعب في المسافه اللي هو بيرتاح فيها. كل ما خصمه يقرب منه يرد عليه بيمين مستقيمه في نص دماغه تخترق الدفاع، ويقطع عليه هجماته ويكسر ايقاعاته كانه شايفها وعارفها قبل ما تبدا.
ومع بداية الجولة الثالثة بيفول بدأ يظبط الكروس بتاعته قوي ويضيف عليها الهوك مع كومبو متكامل بقى. وشكرا لحد كده كفاية. الخصم لم نفسه تاني وقام وقف وقال لك يكمل لعب. وهنا بيفول خلاص كان عرف الخطة وحفظ كل حاجة وعرف مسافات وبدأ ان هو يحط الرشاش بتاعه لما بيفضاش لحد ما في اللحظة المناسبة الكورنر بتاعه هو اللي انقذه وتمت ايقاف المباراة بالانسحاب. وفي الماتش اللي بعده على طول كان بيلعب واحد بيستخدم الفيل شيل وحاول هنا انه يشتغل على تعطيل الاسلوب ده باستخدام الجابات السريعة الدقيقة بتاعته لحد ما فهمه وبدأ يسيطر على المباراة. المنافس هنا حس ان هو محاصر بواحد ماسك له رشاش آلي. بعد ما ضمن 3 محطات فوز في موسكو في صيف 2015 انطلق ديمتري بيفول ليختبر نفسه على أرض أمريكا علشان يثبت نفسه ويشوف هل الأسلوب الروسي صاحب الجاب التقيلة السريعة الدقيقة دي هينفع هنا ولا لأ. هوكاته كانت سريعة ودقيقة جدا. بص كده كان قاري الماتش كويس جدا ومسيطر عليه 100% وكالعادة بدأ ينهال عليه بالسلاسل من اللكمات اللي ما بتخلص ضرب 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 لحد ما خلاص الخصم نفسه بيستسلم لكل حاجة وما بيقدرش ان هو ولا يدافع ولا يعمل كاونتر ولا اي شيء. واركض في سلام يا حنفي. في الظهور الخامس ليه بيتنافس بيفول على لقب WBA بيواجه ملاكم اسمه جاكسون سانتوس. الراجل ده السجل بتاعه بيقول ان هو 17-4. يبدأ النزال وبيفول يبدأ يجرب الجابات الطويلة بتاعته وبعدها شاب الهوك قوي جدا. بدأ المنافس ان هو اللي يبدأ يهجم عليه وهنا حان وقت الكاونتر وتغيير مستويات الضرب. Дмитрий очень хорошо работает передней рукой. Хорошая повторная атака. وسانتوس ما كانش عارف يعمل حاجة قدام الوابل من اللكمات ده. كل اللي كان بيعمله ان هو واقف بلوك وبيتلقى الضرب وبس. وفي نهاية الجولة التانية ينط عليه بيفول ب1-2 قوية جدا ويهزه ويوقعه ويبدأ الحكم يعد عليه. عم جاكسون قام تاني وحب ان هو يكمل النزال ولكن المكنة بتاعتنا بيفول مكنة ضرب ضرب ضرب. انا مش عارف هو بيجيب الصحة دي كلها منين. جرب جاكسون ان هو يرد عليه وبدأ ان هو اللي يبدأ يسدد اللكمات او يعمل الهجمات. وهنا بيفول غير الخطة واشتغل على الكاونتر. وسمع كلام الكابتن بتاعه اللي هو بيقول له سيبه هو يهجم وانت هتلاقي اللحظة المناسبة اللي انت تضرب فيها. وبالفعل سمع كلام الكابتن وحط الكاونتر الخطيرة وأنهى بيها المباراة وفاز بالحذاء. عشان كده دايما بقولك لازم تسمع كلام الكوتش. وبعد نص سنة واجه ديمتري البطل الغير مهزوم فيليكس فاليرا. بدأ النزال والخصم بتاعه الغشيم ده هو اللي بدأ الهجوم وحط هجمات قوية أوي. بيفول قال له الله الله طب تعالى بقى والله لا دوقك الجاب بتاعتي. وبعدها حط له 1-2 سريعة جدا وبدأ يجننه ويشتغل معاه بحركة البندول إن وأوت وبرضه يسدد له لكمات قوية للدرجة اللي هي خلته يتحول لمصارع ويمسكه يلعب معاه مصارعة. فيليكس في الماتش ده خد ضرب ما خدوش حمار في مطلع. وعشان كده أنا مش عايز أتكلم كتير في الحاجات المهمة بس وأسيبك تستمتع بالمكنة دي.
هتدخل هنا عشان عايزك تشوف القنصة اللي جاية دي. ايه كل ده؟ ازاي بيعمل كده؟ بس حد يقنعني ازاي بيعمل كده. والأول مرة في حياته بيفول يقعد 12 جولة يلعب، عشان كده بقولك الراجل ده خد ضرب ما كانوش حمار في مطلع. وطبعا ينتهي النزال بفوز ديمتري بيفول ويرفع العلم الروسي على الأراضي الأمريكية. وفي بداية 2017 كان الدفاع الأول عن اللقب كان ضد الملاكم روبرت بار اللي سجله كان فيه 29 فوز و5 خسائر. وبيفول المرة دي ما كانش عايز يقعد كتير زي آخر ماتش اللي لعب فيه 12 جولة، وبيفول بدأ يعمل الطبخة وعلى نار هادية علشان يفضل متحكم في أعصابه ومسيطر على مجريات المباراة. بص كده اللقطة الخطيرة دي، ديفنس وضرب في نفس الوقت. وبالفعل الخطة نجحت والنزال ده ما طولش كتير. في الجولة الرابعة على طول أنهى بيفول المباراة وخلصها بالضربة القاضية. بعد شهر ونص بس كان في طريقه لأمريكا للظهور على شبكة شو تايم، وكان في مواجهة مع بطل ما خسرش من 3 سنين، وفي أول 30 ثانية عمل أول إسقاط. 283 боя у Бивола и 78 у Кларксона по печь. وعلى طول بدأ بيفول يعرف الأمريكان كلهم على الأسلوب بتاعه اللي يعتبر دلوقتي متسجل باسمه هو. Мощно начал. ضربات مستقيمة طويلة قوية سريعة. Раунд это точно в подбородок. حطله جاب للبادي يتبعها كروس قوية جدا فوق، وكانت كفيلة بإسقاط الخصم. Первый раунд это وفي الجولة الرابعة بيستغل بيفول اندفاعه وبيحطله يمين قوية قوي في الدقن، خلصت المباراة، وبكده أنهى بيفول المباراة في الجولة الرابعة. وبعد ما عمل إبهار للجمهور الأمريكي في مباراته رقم 11 واجه ديمتري بيفول اختبار حقيقي، والمتحدي هو صاحب اللقب السابق سيدريك أجنيو اللي كان مؤخرا في سلسلة انتصارات متتالية وصلت ل 26 فوز. ومن البداية على طول بدأ يسدد لكماته الطويلة السريعة المستقيمة، وفجأة يقوم مفاجئه بيفول وحاطط له بدل الضربات المستقيمة هوك قوي اللي خلى المنافس بتاعه يتهز ويترنح على الحبال. Покачнуло Седрика Агнью и тут же идет добивать и падает Седрик Агнью. Отличное начало для Дмитрия Бивола. وهنا اللحظة بتاعت بيفول اللي لازم يشغل фиها الرشاش، ولكن عشان يخدع خصمه ويخرجه من الوضع الدفاعي ده انتقل للهجوم المضاد اللي هو الكاونتر، ومركز بشكل خاص على الجسم. وفي الجولة الرابعة اللي هي المفضلة إليه بيقوم بيفول بشن هجوم قوي عليه ويحصل اللي انت هتشوفه دلوقتي ده. افاجئك بقى واقول لك ان الراجل ده ملبسش قفازات تاني، وده كان اخر ماتش يلعبه. الله يخرب بيتك يا بيفول. ومن هنا بيفول بيبدأ بجذب انتباه مجتمع الملاكمة بأسلوبه الأكاديمي ده اللي مفيش حد بيعمل زيه كده، ولا في حد لسه محتفظ بنفس الأسلوب القديم. فهو بنفسه بيقولك أنا من الأفضل إن أنا يكون عندي دقة في اللكمات أحسن ما يكون عندي لكمات كتير وقوية ومش دقيقة. في خريف 2017 لما أعلن الملك أندري وورد إن هو معاه ال3 أحزمة أعلن اعتزاله، أصبح بيفول دلوقتي هو بطل كامل للدبليو بي اي، وحزام الاي بي اف تم الاستحواذ عليه من قبل أرتور بتربيف الأسطورة بتاعتنا اللي احنا لسه مخلصين القصة بتاعته كلها. بعد ما أصبح بيفول هو البطل كان لازم يثبت مكانته قدام سلسلة من المنافسين، والمنافس بتاعه كان بادئ بداية قوية، وبيفول بدأ يقرأ تحركاته وقام مديله على عينه في الهجوم الثالث، إنما الهجوم الرابع كان هو الأخير. غير الزاوية وقام مديله كروس مستقيمة نموذجية كما يقول الكتاب، وبكده يكون حقق بيفول أسرع فوز في مسيرته عند الجرس مباشرة. المنافس الإلزامي الجاي كان سوليفان باريرا بطل العالم سابق في الهواء، وكان بيحب إن هو يقف يضرب ويتضرب، يتبادل الضربات يعني. والريكورد بتاعه كان قوي جدا، 21 فوز وخسارة واحدة بس، والخسارة الوحيدة دي كانت بقرار ضد وارد
وكان مشابه لبيفول في حاجات كتير. بيفول الصبور الهادي خلى باريرا دايما على اطراف صوابعه من بعيد كده مسافات طويله، بس برضه كان هو اللي عنده قوه ضرب اكتر، كان بيقطع عليه الهجمات. وبدأ يحط الهوكات بعد ما جمع طريقه لعبه كويس، وده خلى خصمه مش عارف يتعامل معاه. بيعمل فنت بالجاب وبعدها يحط هوك مدمر للدقن مباشرة، بص، وبعدها يفتح الرشاش ويحط الكومبينيشنز الكتيرة بتاعته اللي كانت عالية جدا لدرجة ان روي جونز بنفسه اشاد بيها. بس لما اندمج شوية في الهجوم بيفول اكل واحدة اوفر هاند في الجولة الخامسة، بس بعد كده على طول فاق وبدأ ان هو يحافظ على المسافات تاني. ورجع يفوق لنفسه تاني واشتغل على حركة البندول ان واوت. وبدأ يوصل لكمات صاروخية للجسم، وفي نص الجولة ال 12 بدأ يحط قوة حقيقية في لكماته وبيها يقضي على الخصم وتنتهي المباراة. والضربة الأساسية اللي هزت باريرا هي الجاب دي. بيفول كمل عليها بكروس عادية، وبالرغم من الأداء الممتاز اللي على التوالي ده بيفول كان متواضع وما بيحبش يتكلم عن نفسه أو يرمي أسماء. فالمذيع هنا بيسأله هل بتحس ان انت دلوقتي احسن وزن خفيف ثقيل في العالم وجاهز لاي حد في الفئة دي؟ فبيرد بيفول ويقول له لا، انا بس حاسس ان عندي كل الامكانيات علشان اكون واحد من الافضل، بس لازم اشتغل على نفسي واشتغل على مهاراتي كل يوم وموقفش تطور ابدا. لسه في ناس كتير ما لعبتش ضدهم والحلبة هي اللي هتبين مين الافضل فعلا، واتمنى ان ده يحصل قريب. انا ما بحبش اتكلم لمجرد الكلام. وبعد ما حقق 11 ضربة قاضية في 13 نزال بيفول بدأ يعتمد أكتر على فلسفة اضرب وما تضربش. التحدي اللي بعده على طول كان مع المحترف العجوز ايزاك شليمبا اللي اختبر مقاتلين كبار في نفس الفئة، بس ما قدرش يقف قدام البطل السريع بيفول. بيفول كان عمال يتنطط قدامه في الحلبة بخفة طوال ال 36 دقيقة كاملة، والمنافس ما قدرش ان هو يلمسه. وكسب كل جولة بوضوح تام. البطل السابق جان باسكال دخل النزال وهو بيرمي قنابل من أول لحظة، لكن بيفول بهدوء حط الراجل المتحمس ده في مكانه الصحيح، وإيه؟ باستخدام الجاب. أنا هعلمك الأدب بالجاب. ابن الذين بيضرب ضربات قوية وسريعة ودقيقة جدا، وفي نفس الوقت محافظ على دفاعه بشكل جميل جدا. المنافس بيقول له الجاب بتاعتك مش حلوة، قال له مش حلوة؟ طب خد الهوك ده. اتعصب وبدأ ان هو يتغاشى، ولكن في الملاكمة اللي بيتعصب بيحصل له كده. وبدأ بيفول يعمل له كومبوهات مختلفة، يضرب فوق وتحت في الجسم. وضربة الكبد دي بتوجع، خلي بالك. وهنا باسكال بدأ ان هو يغضب، مش عارف يعمل معاه حاجة، فغضب فعلا. شوف بقى هجماته عاملة ازاي.
بس كل ده وبيفول محافظ على هدوءه بالكامل، والتاني بدأ يستظرف ويعمل حاجات غريبة. باسكال حب ان هو يكسر بيفول نفسيا. بص كده، قال له على مين؟ طب تعالى والله لا شغل لك الرشاش ومش هوقف ضرب. وقام بيفول فتح الرشاش وضربه 21 ضربة متواصل. بس برضه باسكال ده راجل بطل وقوي، ما استسلمش لحد اخر لحظة، ولكن بيفول كان هو الافضل في كل الجولات، وفي النهاية حقق الفوز باجماع الحكام. وفي خلال النزال باسكال ما وصلش غير 17% بس من ضرباته بمجموع 60 لكمة بس، انما بيفول وجه رقم قياسي 678 لكمة اصابت منها 217 بشكل واضح. ومع استمرار بيفول لتطوير اسلوبه الفريد، وقع عقد مع خدمة البث الجديدة اللي هي ديزون، وفي مارس 2019 واجه المنافس جو سميث جونيور. الراجل ده كان عامل سابق في البناء، كان بنا يعني، كان معروف ان عنده اوفر هاند صلب قوي كأنه طوبة، كانوا بيقولوا عليه مركب حجرة في ايده. بس اشتهر فعلا لما اجبر برنارد هوبكنز وهو عنده 50 سنة على الاعتزال بعد ما هزم. هوبكنز كان ممكن يواجه خصمين تانيين، ولكنه اعتزل بعد الماتش ده خلاص. وطبعا بيفول معتمد على الاساسيات وبشكل اساسي، ما بيعملش حوارات، بالجاب لوحدها بفعاليتها وبضربات كلها قوية ومركزة. كان بيخترق الجارد من النص، بيخترق دفاعاته. الحركات الارتدادية بتاعته والهدوء. وقام ناتشو هوك طويل رجعه لمكانه تاني. والضربة دي كانت مؤثرة جدا وأثرت في سميث، وانتصار ساحق تاني للروسي تفوق على خصمه ب 208 ضربة مقابل 39 فقط. انت مستوعب الأرقام اللي احنا بنقولها؟ دلوقتي السجل بقى 16 فوز بدون خسارة، وفي صعوبة متزايدة في إيجاد خصوم كبار بأسماء كبيرة. بيفول فضل يدي فرص للمقاتلين اللي جعانين على اللقب، ومقاتل من الجعانين دول كان الدومينيكي لينون كاستيو. أوقات كان بيكسب، ولكن أوقات تانية بيكون ضحية. فاكرين الواد اللي اتكهرب في الفيديو بتاع بيتر بيف؟ هو ده. بيفول بدأ يلعب الملاكمة كأنه بيلعب شطرنج، وبعد وقت بسيط أظهر تقدمه في الحلبة. بيفول فضل يحضر في الفخ كتير لحد ما تيجي اللحظة الحاسمة. ضربة واحدة دقيقة في المكان والتوقيت الصحيح كفيلة، وبكده يكون سجل بيفول دفاعه عن اللقب رقم 6، وقدم لنا درس جديد في الملاكمة. بسبب كورونا ديمتري بيفول قعد 1.5 سنة بعيد عن الحلبة، ورجع تاني في مايو 2021، والمرة دي كان بينازل خصمه على أرضه في مانشستر. بيفول كالعادة كان بيكسب الجولات واحدة ورا التانية، وظابط دفاعاته ومحافظ على مسافاته. وبيستخدم الجاب زي السكاكين، وبيحط معاه كومبوهات سريعة وطويلة. وريتشارد كان بيقاتل برضه، ولكن بيفول كان متغلب في كل الجولات بنسبة 3-1. الجرس هيضرب دلوقتي وريتشارد بيفكر نفسه ان هو اللي كسبان. بص بيفول هيبصله ازاي. الحكام كانوا عايزين يسرقوا الماتش من بيفول عشان على ارضه، بس طبعا ما عرفوش. 115-114. He's still undefeated and still. بعد ما حافظ على حزام ال WBA لمدة تقارب ال5 سنين، ديمتري بيفول بقى من النخبة في عالم الملاكمة. رغم نجاحه في الحلبة، لكنه كان لسه غير معروف بالنسبة للجمهور العام.
واخيرا جات له الفرصة عشان يتشهر اللي كان مستنيها لمدة سنين طويلة. في بداية سنة 2022 لما واجه أسطورة المكسيك ساول كانيلو ألفاريز اللي كان وقتها هو المصنف رقم 1 في العالم في قائمة الباوند فور باوند. ساعتها كانيلو كان أكبر نجم في عالم الملاكمة. في سنة 2013 اتعرض لخسارته الوحيدة ضد فلويد مايوزر، لكن على مدار ال9 سنين اللي بعد كده المكسيكي صاحب الشعر الأحمر نضج كتير قوي، وغزا 4 فئات وزن مختلفة واستقر في فئة ال 168 باوند. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة له، فقال يجرب انه يغزو مملكة بيفول. في 2019 زار بطل الوزن الخفيف التقيل سيرجي كوفاليف وهزمه وخلاله الدنيا ضلمة قبل ما يمشي، قفل عليه النور. كانيلو كان عنده ساعتها 31 سنة وسجله كان فيه 57 فوز وهزيمة واحدة بس، وكان مخطط ان هو هيدخل يهزم بيفول ويوقعه قاضية كمان. المعركة المنتظرة دي كانت أهم نزال في السنة واتعملت في لاس فيجاس وجمعت حوالي 20,000 متفرج في القاعة. رغم ان كانيلو هو اللي طالع لفئة وزنية أعلى إلا إن ديمتري هو اللي دخل اللقاء كأضعف في المراهنات بنسبة بلس 400. كانيلو المكار بدأ يستخدم الحيلة بتاعته ويضرب ضربات يمين قوية قوي على دراعه، وكان بيقصد يتعمد الضرب هنا كده عشان يوقع دراعه، عشان يوقع دراع الخصم يخليه مش قادر انه يرفعه تاني، وبعدها يقوم موصل ضربات قوية للجسم وأبر كت فوق في الدماغ. بيفول أدرك اللي هو بيعمله ده وبدأ إن هو يبعده عنه باستخدام الجاب ويكسر إيقاعاته ويفضل محافظ على المسافة ويبعده عنه بقدر الإمكان ويكمل وراها بكومبوهات كتيرة وطويلة. وبيرد عليه كانيلو بالهوكات القوية المعروفة بتاعته. كانيلو كان بيضرب بكل قوته لدرجة انه بذل مجهود كبير جدا وبدأ التعب يظهر عليه. وبعد الجولة الخامسة بدأ كانيلو يهبط في الأداء، ودي حاجة شفناها منه قبل كده، والدبابة الروسية بتاعتنا استغل الموضوع ده صح جدا وقام حبسه على الحبال وهاتك يا ضرب. محبين كانيلو يتجاوزوا الحتة دي علشان اللي جاي بلس 18. كانيلو كان بيقول له تعالى، بس بيفول هادي وما بيتهورش، قال له لا تعالى انت. ومن اللحظة دي بقى ديمتري بدأ يوسع الفارق أكتر. بيفول أظهر تحكم كامل في مجريات المباراة. وعمل من كانيلو كيس ملاكمة. كانيلو بيحاول يجيب إيقاعه بس مش عارف، وقام عامل منه كيس ملاكمة للمرة التانية. يلا بقى كانيلو فضل معاند برضه، عايز يستخدم برضه كل قوته ولكن برضه مفيش نتيجة. وبرضه يحاول يوصل ضربات للدراع بنفس الطريقة، بس بيفول خلاص أدرك القصة دي ومبقتش بتجيب نتيجة معاه. محافظ على دفاعاته ومسافاته بطريقة كويسة جدا، وكان كل شوية يكسر إيقاعاته وما يخليش كانيلو يعرف يدخل يهجم. كانيلو مش عارف يخترق دفاعاته، وكعادة كانيلو أول ما يتزنق وما يعرفش يلعب يتحول يلعب مصارعة. بيفول كان بيقاتل بالطريقة اللي هو عايزها ومتحكم في مجريات المباراة تماما، وكانيلو كان خلاص بيترنح. خلي بالك لو كانت الجولات دي زادت شوية
كان كانيلو وقع على الارض والدنيا ضلمت معاه، واللي انقذه بجد من بيفول هو جرس نهايه المباراه. وعشان يتجنب بيفول اي احتمال ان الحكام يظلموه، قرر يرفع الريتم اكتر في الجولات الاخيره، واستخدم نفس الاستراتيجيه بتاعته طوال القتال، ان هو يفتح الرشاش اللي ما بيفضاش، وبرضه معرفش يسرق منه الفوز. وبكده ابن المدينة الصغيرة في كرجستان كسر سلسلة كانيلو اللي استمرت 9 سنين من غير أي هزيمة، وعمل أكبر مفاجأة سمعت في عالم الملاكمة في السنوات الأخيرة، واللي صدموا الجمهور مش بس إن بيفول كسب، لكن إزاي كسب، إزاي خلى أفضل مقاتل في العالم يبان قدامه ككيس ملاكمة كده. Why did you believe that you could pull off this upset? You know, if you don't believe in yourself, what you do, you never achieve. I felt his power. You can see on my arm. He beat my arm up, but not my hand. It's better. He has a good speed, good power. He maybe his mistake. He throw only hard punches. Whereas Canelo, you've won a lot of close decisions before. Did you feel you did enough to win this fight? بيرد عليه كانيلو بيقول له لا، لازم اكون صادق، هو بطل عظيم، وفي الملاكمة اوقات بتكسب اوقات بتخسر، مش بعمل اعذار، انا خسرت النهاردة وهو اللي كسب وطلع الافضل. شكرا يا كانيلو. بعد ما بقى مشهور عالمي ما كانش بيفول ناوي ان هو يرتاح او يتفاخر، وبعد 6 شهور بس رجع يدافع عن لقبه الاجباري ضد البطل السابق في وزن السوبر المتوسط جيلبرتو راميريز المشهور بالجنوب الذهبي. راميريز المكسيكي الطويل كان عنده سجل مذهل، 44 فوز بدون خسارة، منهم 30 ضربة قاضية. لكن المسيرة دي ما كانش فيها أسماء كبيرة. بيفول بدأ النزال وحط 1-2 سريعة وقوية ودقيقة وجم في مكانهم، كأنه بيقول أنا الكبير هنا، أنا المتحكم. راميريز كان أحيانا بيوصل بلكماته الطويلة، بس كان أبطأ من بيفول بشكل واضح، وما بيعرفش يوصل بسهولة في المسافات القصيرة. وبعد الجولة السابعة فتح بيفول الرشاش، وفضل الرشاش ده مفتوح لحد نهاية الجولة ال 12. بعد 10 دفاعات عن اللقب ما قدرش يلاقي خصم يواجهه لأكتر من سنة، مفيش غير خصم واحد وهو اللي مستنيه، أيوة أرتور بيتر بيف. بس للأسف المفاوضات ما ظبطتش بسبب المروجين. وفي ديسمبر 2023 دخل بيفول نزال توحيد أحزمة ضد بطل IBO ليندون أرثر، اللي زيه زي اللي قبله كان عامل تمرينتين وخلاص. النزال يعتبر كان من طرف واحد، كانت سيطرة كاملة من بيفول والمقاتل التاني مش عارف يعمل أي حاجة. المهم سيبك من ده، في حاجة تانية أهم بتحصل دلوقتي، وهي إن كونر ماجريجور ماسك ودن كريستيانو رونالدو وتركي آل الشيخ وعمال يحكي لهم عن بطولاته الضايعة، ولسه كل ده الماتش شغال بسيطرة كاملة من بيفول لحد الجولة ال 12. النزال خلص وبيفول كسب كل الجولات باكتساح، النتيجة 120-107 على كل بطاقات الحكام، وكده بقى معاه حزامين. ديمتري بيفول عنده واحدة من أندر الإحصائيات في اللعبة،
وهو بيستقبل فقط 13% من اللكمات اللي بتتوجه له، وده بيخليه متصدر رقم 1 في العالم من ناحية الدفاع. وللعلم العبقري فلويد مايوزر نفسه كانت نسبته حوالي 16%، يعني بيفول تخطى حتى أسطورة الدفاع. كمان بيفول بيمتلك أفضل جاب في الملاكمة حاليا بنسبة دقة مجنونة وصلت ل 52%، وبيتصنف ضمن أفضل 3 ملاكمين في العالم من حيث فرق الضربات، يعني عدد الضربات اللي بيوقعها اكتر من اللي بيستقبلها. واللي بيجي بعده في الاحصائيات هم اساتذه كبار زي فازيلي لوماتشينكو ونويا انوي وجروفونتا ديفيز. ب 22 فوز و11 دفاع عن اللقب، ديمتري بيفول ما خسرش غير كام جوله قليله جدا في مسيرته كلها، وبكده هو حاليا ضمن اقوى 10 ملاكمين في العالم. وللوصول لقمه التصنيف العالمي ينقصه شيء واحد فقط، وهو ايه؟ حذر فزر معايا. الرعب كله في انتظارك يا نجم. وهنا بقى هنيجي للنقطة اللي توقفنا عندها في الفيديو بتاع أرتور بيتربيف. دلوقتي الأحزمة الثلاثة التانيين مع الوحش ده اللي كان بيمتلك سجل مرعب 100% بالضربة القاضية. الناس كانت بتتكلم عن النزال ده بيفول ضد بيتر بيف بقالها سنين، واخيرا النزال هيبقى حقيقة. كان المفروض انه هيحصل في ربيع 2024 لكن اتأجل للخريف بسبب اصابة بيتر بيف في ركبته. العالم كله مستني النزال ده لانها هتكون اول مرة من 22 سنة من ايام الاسطورة روي جونز اللي يتحدد فيها البطل الموحد بلا منازع لفئة الوزن الخفيف الثقيل. الاجواء كلها متوترة وانا كمان متوتر. افتكر ايام ما كان النزال ده على ارض الواقع انا كنت هولع من كتر الحماس وخايف جدا على بيفول لا يقع قاضية. نزال حقيقي يدرس، ينفع كده تحطه في اكاديمية الملاكمة وتعمل منه فصول تعليمية. المهم يا شباب ان احنا هنعمل مسلسل بيفول وارتور بيتربيف، وهجيب لكم فيه التحضيرات وكل شيء واللي خلف الكواليس، وكمان هنحلل الماتش وهعملها لكم كانها مسلسل كده زي ما قلنا. بشكر كل الناس اللي بتتفاعل معايا من كل قلبي، حقيقي انا بحبكم جدا وبقدركم جدا، ولكن في نسبة كبيرة قوي من المشاهدين غير متابعين للقناة وكمان مش بيتفاعلوا، فاتمنى منكم المحترمين التفاعل. ثانية واحدة مش هتفرق معايا لكن هتفرق معايا كتير قوي. عندي كتير قوي في الملاكمة عايز اقدمه وعايز احكيه، ولذلك ساعدوني واتشرف بيكم ان انتوا تكونوا افراد في عائلة كوتش الهند.